رامز جلال أيقونة من أيقونات رمضان. البرنامج حلو ووحش برضو، التتر بتاعه بيفضل معلق في دماغك طول الشهر. فالنهارده هنتفرج معاكم على تتر البرنامج الجديد لأول مرة ونحلل كل التفاصيل اللي فيه. صباحك بطيخ، وحشتوني والله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. هنرجع النهارده لفيديوهات الرياكت بعد غياب طويل. نلبس بقى الطاقية عشان شعري بقى معفن. وبما اني بقيت يوتيوبر متقاعد باجي مرة كل شهر، يا ريت لما تشوف الفيديو ده تبعته لكل اصحابك عشان اتحمس يعني اني اعمل فيديوهات زيادة. وصلي على النبي واذكر الله ويلا بينا نبدأ. يظنون ان الترند بالخناق والعند ومن اقوال الشهيره ولا بسلامتك بكيه ولا بسلامتك شكيره. يظنون ان الترند بالخناق والعند ومن اقوال الشهيره لا بسلامتك بكيه ولا بسلامتك شكيره. رامز السنه دي جاي يقول شعر ايه ده؟ حكم يا راجل. حوارات حكايات واكلين في دماغنا عشان تفاهات. حوارات حكايات قاضيين احنا القصد الجبهات. هو ليه بجد للوهله الاولى حسيت اني بتفرج على الفيديو كليب بتاع هيفاء اللي هو فاخد بالك يا درادي؟ بجد واخد نفس الستايل واللبس الاسود والحاجات دي. عايشين دايسين وده في التلقيح حل يعني حويط هرشين قريب طالعين على غير كترنجات. بلا زيطه مش ناقصه حوارات عبيطه. رامز السنه دي بص جاي يند بالكل. على الهادي يتثبتوا احلى تظبيطه. ولا فرقالي انا الشهوه دي مجالي. كده خلصانه يا شيء سهله وبسيطه. رامز جاب من الاخر التاخر واظبط نفسك منك ليه. رامز جاب من الاخر التاخر واظبط نفسك منك ليه. الكلمات بتاعت التتر السنه دي جامده قوي، بس للاسف اللحن حاسس انه مش هو ده اللي بستناه من رامز، فاهمني؟ هنا بالساعه النبي هتحاسب على حواراتك مالناش فيه. السنه دي بقى يا معلم لو كنتش تعرف فكره البرنامج مختلفه، وهي انه هيجيب ضيفين في نفس الحلقه، ومش اي ضيفين، هيجيب اتنين يكونوا متخانقين مع بعض. فبجد انا متحمس جدا للفكره وعجباني. هاتوا الكلب الالماني، هاتوا دي ناس مش سالكين. شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا ناصحين. السنه اللي فاتت كان جايب بطه، السنه دي جايب كلب. شايفين التطور يا جدعان؟ هاتوا الكلب الالماني، هاتوا دي ناس مش سالكين. شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا. هو تقريبا عمل كل الوان الشعر اللي ممكن تتعمل، فالسنه دي بقى عامل ميكس بين الازرق والابيض. حسوا الهز هيتهز ولو كس اديله على عينيه. غير كل اللي يغير كسر مش هنسمي عليه. دي الحته بقى اللي هتعلق معايا طول الشهر. هو لازم كده، لازم كوبليه معين يكون في دماغك كده يهوسك. بس بجد يا جماعه الموضوع ده غريب، اللي هو حرفيا كل رمضانات اللي فاتت التتر بتاع رامز بيكون هنا كده، اللي هو بيجي في باله لوحده. يمكن مثلا عشان بنشوفه بعد الفطار على طول فبيعلق معانا، مش فاهم. الدنيا معاك تتفك وسلك نفسك مش فاضيين. اسلك منك يا رب يجيب شيرين وحسام حبيبي يا رب. ليها يا اما هتفضلوا هنا بايتين. هاتوا الكلب الالماني، رضا عبد العال ومرتضى منصور يا رب. ناس مش سالكين. شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين. اللي ما بيجيش على الهادي يجي بحبة تكتير. بجد جامد قوي بجد يعني. لما تشوفوا وش التاني هيقولوا اسفين يا كبير. شكل النفسية خرابة، شكل النفسية جحيم. جيبوا من الاخر وقت يا اما مصيركوا هيبقى جاي بندب يعني. رامز جاب من الاخر. كده التتر يكون خلص. هو بجد جامد وكل حاجه، بس تحس انه مش حاجه جديده يعني، مفيش اضافه احنا حسيناها. الناس لابسه اسود في مكان زي المسرح كده او السيرك وبس يعني. تقييم للتتر 6.5 من 10. يا رب يجيب بهجت صابر لا بس نتحبس كده. نكون خلصنا حلقه النهارده. لو انت اول مره تشوفني متنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتنزل تكتب لي كومنت حلو زيك، لان بجد الكومنتات بتفرق جدا. والى لقاء اخر في فيديو جديد.